ورجعنا معاكم الاستوديو الهواء. اسمحوا لي اقول لكم ان احنا ما عندناش وقت، قلنا ندخل باللقاء على طول. مهم قوي بالنسبه لنا ان احنا نلقي الضوء على كل محاور هذا اللقاء الخاص بالتعليم الفني. التعليم الفني هو قوة ضاربة في المجتمع المصري في الفترة القادمة. يجب علينا ان تتضافر جميع القوى لدفع عجلة التنمية عن طريق التعليم الفني. يسعدنا ويشرفنا ان يكون معنا على الهواء مهندسة امل حسان، مسؤول اتصال وحدة البحث والتطوير مع قطاع التعليم الفني. برحب بحضرتك، مساء الخير واهلا. اهلا، مساء النور لحضرتك. استاذة باشمهندسة امل، خليني زي ما اتفقنا مع بعض، حضرتك مفضلة نبدأ على طول بالمؤتمر اللي حصل في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحت عنوان صناعة بناء السفن، فرص وتحديات. كلميني عن هذا المؤتمر وأهم الفعاليات اللي حصلت فيه. هو دلوقتي مؤتمر ورشة العمل بناء السفن دي كان يسبقها مؤتمر التعليم الفني ودوره في تلبية احتياجات الصناعة. ده كان في شهر سبتمبر 2015، وكانت أول توصية طلعت من المؤتمر ده اللي هي دعم الصناعات والمشروعات كثيفة العمالة، كثيفة الاستثمارات، اللي هي صناعة بناء سفن. ودي بتخدم الدول العربية اللي بتمثل المستهلك الاستراتيجي لهذه الصناعة. وطبعا انا بتوجه بالشكر للأكاديمية ان هي اتاحت الفرصة لطلاب التعليم الفني في اسكندرية، او ان انا اقدم عرض تقديمي عن الصناعة دي ودورها عندنا في التعليم الفني وهذا التخصص. والحمد لله كان 10 دقايق واتكلمنا فيه عن المدرستين اللي فيها الصناعة دي واهميتها في محور ورشة العمل كطلاب تعليم فني محتاجين العمالة دي يعني بضرورة ملحة. طبعا يعني انا كان هدفي من ورشة العمل دي ان انا اقدم الطالب التعليم الفني على الساحة الاقتصادية. ان حضرتك قدمتي طالب التعليم الفني اللي بيهتم بتخريج طالب تعليم فني بيهتم بصناعة السفن، بتخرج لنا يعني زي ما بنقول دبلوم صناعة سفن، يعني هندسة بحرية. بيبقى خاص هذا الطالب الفني اللي بيتخرج عنده فرصة. قدمت لهم ايه في الأكاديمي بالنسبة هذه الجزئية في التعليم الفني؟ لان دايما هذا الطالب بيطلع بيصطدم بالحياة، بيقول لك ما عنديش وظيفة، ما عنديش حاجة، بس بيبقى دارس. ايه اللي ممكن نقدمه في ظل توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع نقول المليارات في الترسانة لتطويرها وصناعة السفن، وخصوصا ان عندنا دلوقتي سوق استراتيجي ممتاز الا وهو الدول العربية ومشروع محور قناة السويس. فاصبح عندنا محورين دلوقتي ممكن ياخدوا الشغل ده مننا. هو دلوقتي احنا كاسكندرية في مدرستين تعليم فني فيهم التخصص هندسة وبناء سفن. هي الأقسام البحرية 3 أقسام، بس احنا بنتكلم في قسم هندسة وبناء سفن. بيخرج لي طالب فني ماهر في صناعة بناء السفن، بياخد المبادئ الأولية في هذه الصناعة المهمة. فبالتالي الطالب اللي سواء في المدرسة دي أو في المدرسة دي احنا محتاجين له كسوق عمل. أيوة. للأسف يعني للأسف ان لم يتم تدريبهم في الشركات اللي موجودة عندنا في اسكندرية. مع ان يعني لما المشير عبد الفتاح السيسي افتتح الترسانة اتكلم على الشباب ودوره واهمية الصناعة بناء السفن، فهم محتاجين للطلبة بتوع التعليم الفني بس لم يتم تدريبهم. فاحنا بنحاول. خلينا نقف عند الحتة دي، لم يتم تدريبهم. هل العجز ده من مين؟ احنا عندنا دلوقتي طالب من ناحية التعليم الفني متميز جدا خلاص وعنده استعداد يعمل اي حاجة عشان يشتغل. هل مش فاتحين لهم الابواب ان هم يجوا يتلقوا التدريب الكافي بمنتهى الصراحه كده؟ انا هقول لحضرتك دلوقتي احنا عشان نرفع كفاءه الطالب التعليم الفني المدرسه برضو مش بتديله التدريب بالكم الكافي ان هو يطلع يشتغل. لازم ينزل مصانع. اي طالب حتى طالب هندسه لازم ينزل مصانع. طبعا لازم عشان رفع كفاءته. فاحنا لما لقينا ان الترسانه البحريه سالنا، فوجئنا ان لم يتم تدريب طالب من 5 سنين، لم يتم تعيين طالب، مع ان اصلا الصناعات
معالج. بيعينوا مين يا استاذ؟ يعني جاء وقت كده ان مفيش تعيينات، فبالتالي طلبة التعليم الفني كانوا اول ناس بيطلعوا من التخصص او من اي تخصص عموما مش بيلاقي شغل الا اذا كانت اتاحت له الفرصة ان في مصنع طلبه او فاحنا عايزين الصناعة دي بما انها مطلوبة وانها هدف استراتيجي للرئيس عبد الفتاح السيسي واتعمل عليها مؤتمر قوي جدا، عايزين الطلبة بتوع التعليم الفني يطلعوا. هي كم مدرسة عندنا حضرتك؟ مدرستين. مدرسة ايه وايه؟ توسن الصناعية والشهيد اسماعيل فهمي. هم دول مدرستين خاصين بيطلعوا لنا طالب تعليم فني خاص هندسة وبناء سفن. بهندسة وبناء السفن مش كده؟ جميل جدا. طيب يعني هو هذا الطالب كل اللي مطلوب من الشركات المنوط بيها ان هي تاخد الطلبه دول تدربهم وتعينهم بعد كده. هل عددهم كبير قوي بحيث ان هو يفوق الطاقه الاستيعابيه لهذه الشركات؟ دلوقتي برضو وانا بعمل بحث عشان البرزنتيشن اللي هتتعرض لقيت ان طلاب التعليم الفني اللي بيدخلوا القسم ده مجاميع عاليه جدا وطلاب على كفاءه عاليه يعني داخلين فعلا القسم. بعدين احنا كاسكندريه بلد ساحلية محتاجين الصناعة دي، يعني عندنا الأنفوشي ورش، عندنا شركات عملاقة في المجال ده، فبالتالي إذا كنا هنخرج 175 طالب 200 طالب 100 من المدرسة دي و100 فمش هيلاقوا عائق في الشركات إن هي تدربهم. في حاجة بقى مهمة جدا في المؤتمر ان طبعا كان في شركات كتيرة موجودة ورجال اعمال. انا يهمني التوصية التانية اللي طلعت في المؤتمر اللي هي الاهتمام بالعامل المصري. طبعا العامل المصري ده يبقى لازم النهوض بمنظومة تطوير التعليم الفني. بالظبط. فانا محتاجة دلوقتي طالب محترف قادر على العمل والانتاج، يعني انا مش عايزة اطلع طالب كفاءة عالية في العمل، لا ده انا عايزاه ينتج، عايزاه يكون منتج في الدولة. اول ما يتخرج يقدر يخش المصنع ينتج يشتغل. فطبعا محتاجينه جدا في هذه الصناعة ومحتاجينه في صناعات كثيرة، يعني مش بناء سفن بس، يعني في كل الصناعات محتاجين طالب محترف ذو كفاءة عالية. كان في برضو ان احنا اتكلمنا في المؤتمر على ان طالب التعليم الفني بياخد الكم اللي هو النظري في المدرسة. ونقاط القوة بتاعتنا ان احنا عندنا مدرسة عندنا ورشة، بس محتاجين استحداث لبعض الالات، محتاجين تطوير لبعض المناهج. حضرتك محتاجة امكانيات، محتاجة ضخ رؤوس اموال لتطوير التعليم الفني والمدارس الفنية عشان تنتج لي الطالب اللي سيادتك تفضلتي وقلتي عليه، الطالب القادر على ان هو يطلع من المدرسة يشتغل بالفعل، يبقى متدرب ويشتغل بالفعل. انا محتاجة معامل جديدة، محتاجة مكان جديد، محتاجة تدريب، مصانع تفتح ابوابها لاولادنا. طيب انا هنقل مع حضرتك على نقطة مهمة جدا، هو حوار شراكة المستثمرين مع تخصصات التعليم الفني. المستثمر بيبقى عنده مصنع مثلا او عنده حاجة، لما يبقى في شراكة ما بين المستثمر وما بين مدارس التعليم الفني اعتقد ان ده بيدرب ولاده عنده، بعد كده هيبقى يتخرج الطالب لاقي مكان عملي يقدر يشتغل فيه. كلميني على الجزئية دي زي مدرسة اسكندرية الزراعية في عيدها ال70. دلوقتي احنا بنحاول برضو ان احنا نغير شوية في محاور التطوير في التعليم الفني، يعني مثلا عندنا فصل داخل مصنع او مصنع داخل مدرسة. فبالتالي احنا معانا مداخلة